الفرعون المصري جاهز للاحتفال. فكرت اعمل اكله بمناسبه افتتاح المتحف المصري الكبير، فابويا قال لي اعمل بصاره، قلت له بصاره ولا بساميه؟ فقررت اعمل اشهر شوربه متوارثه لحد دلوقتي في ولاد النيل، وهي شوربه العدس، واللي بكرهها جدا بالمناسبه. امي اكيد فرحانه فيها دلوقتي، بس هجرب اعملها بطريقتهم وان شاء الله تطلع حلوه. قطعت الخضار ونزلت بشويه زيت زيتون. طبعا ما هو اكل صحي بقى، الناس كانوا رفيعين زمان. ويلكم تو ذا لاند اوف بيس. بعد ما نزلت بباقي الخضار غسلت العدس ونزلت بيه. مستغرب قوي حوار كده من الصبح، ليه بيقولوا متحف؟ هو ليه متحف بجد؟ مش كان متحف؟ هو ايه اللي اتغير؟ المهم غطينا الخضار بالميه وحطينا ملح وكمون، وبعد نص ساعه كانت استوت. رحت نازل بزبده كتيره جدا مع شويه كركم، وما كانش عندي هاند بلندر لحد امبارح، بس العدس وشه حلو جبت واحد. وما حطيتش الكركم بدري ليه؟ هتقول لي ليه؟ عشان لو حطيته بدري هيمرر، دي معلومه سمعتها. المهم تعالوا بقى نجرب العدس اللي بيقولوا عليه ده، ونشوف قدماء المصريين كان ذوقهم حلو في الاكل ولا ايه الدنيا. والبصل الاخضر ده اساسي في الاكله، امي مأكده لي. ولو قلت لكم ان دي اول مره اجرب فيها العدس من فتره كبيره، ممكن من 5 سنين ولا حاجه، مش هتصدقوني. فتعالوا نشوف رايي فيها. والله العظيم تحفه. احنا طلع فايتنا كتير قوي. البصل الاخضر خد العدس في حته ثانيه. رساله لكل ام مصريه، ما هي لو شوربه العدس كده من الاول كنا زمان حبيناها. سيبوني انا مع الطبق ده بقى.